السلام عليكم. معكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا بلغه برمجه بايثون 3. في الجزء ده بنتكلم عن الويب ديفلوبمنت باستخدام جانجو. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن ايه MVT فريم ورك، وشرحنا ازاي جانجو بيشتغل، ويعني ايه تمبلت، وايه وظيفتها، وايه الفيو، ويعني ايه موديل. قلنا ان الفكره مش واضحه قوي غير لما نتكلم ازاي نعرف نكاري بروجكت، وايه الكومبوننتس او المكونات بتاع البروجكت اللي عندنا. النهارده ان شاء الله نبقى نكاري بروجكت، بس قبل ما نكاري خلينا الاول نوضح ايه الفرق بين البروجكت وايه الفرق بين الابلكيشن. لو انا مثلا بعمل اي كوميرس ويب سايت، موقع لبيع وشراء وكده، فالريجستريشن هتبقى ابلكيشن لوحدها. الابلكيشن ده يعمل فاليديشن على اليوزر نيم والباسورد مع الداتابيز وما الى ذلك. تلاقي مثلا نظام الدفع يكون ده ابلكيشن لوحده، ازاي انت تدفع عن طريق الكاش، عن طريق مش عارف الفيزا، عن طريق كذا، اكتر من طريقه. تلاقي مثلا نظام انك مثلا تحجز حاجه وتوصل لك، ده ابلكيشن لوحده. لكن الموقع كله ده عباره عن بروجكت، فالبروجكت بيكون من ابلكيشنز كتير. خلينا نشوف نبدا نكرر بروجكت. طبعا دي السي ام دي، لو عاوز تفتحها من ويندوز ار وتكتب سي ام دي هتفتح. حجمها يبقى صغير شويه ان شاء الله. في درس هننزله للسي ام دي، درس بسيط كده هنتكلم فيه عن اغلب الاوامر اللي احنا بنستخدمها وازاي نتحكم في الحجم بتاعها ده، علشان خاطر لو الناس الاوامر مش واضحه معاهم. اول حاجه سي دي ديسكتوب، ندخل على الديسكتوب. بعد كده هندخل على السي، نروح لمكان الجانجو ادمن دوت بي واي. الجانجو ادمن سكريبت عباره عن سكريبت كل فايدته ان هو هيكريت لك البروجكت بتاعك، كل الفايلز اللي فيه سلاش بايثون 3.4، بعد كده سكريبتس، بعد كده جانجو، تمسح تكتب سكريبتس دوت بي واي كده توصلت لها. عاوز تعمل بروجكت بتكتب ستارت بروجكت عشان يبدأ لك البروجكت بتاعك. بعد كده تكتب اسم البروجكت، هنخليه هالو جانجو مثلا، علشان احنا قلنا المشروع بتاعنا اللي هنعمله ازاي نطبع في ويب بيج كلمة جانجو، هالو جانجو. تضغط انتر. لو بصيت هنا على الديسكتوب هنا البروجكت هيتكريت هنا دلوقتي. تمام، خلينا نرجع كده ونعمل هنا اندرسكور ونكتب جانجو. تمام، المشكلة كانت في الاندرسكور اللي هي ما بين هالو وجانجو. كاريت هنا البروجكت بتاعه هو ده. طبعا لما هو بيكاري البروجكت مفيش حاجة تظهر هنا، بيجي لك نفس الامر ده تاني. ننزل دي، خلينا نفتح البروجكت بتاعنا ونشوف ايه المكونات اللي فيه. اي بروجكت في الدنيا هتلاقيه بيتكريت فولدر باسم البروجكت اللي هو هالو جانجو ده، وفايل جنبه اسمه مانج دوت بي واي. خلينا نشوف الفايل اللي اسمه مانج دوت بي واي ده ايه فايدته. الفايل ده يعني بستخدمه استخدامات عديده جدا، هنتكلم على بعض منها دلوقتي وبعض منها هنقابله بعد كده في شغلنا مع جانجو. اكتر استخدامات اللي بستخدمها علشان ارن السيرفر بتاع الويب سايت اللي انا شغال عليه في الديجانجو، او ان انا اوقف السيرفر، او ان اتعامل مع الداتابيز، اربط المودلز بالداتابيز اللي عندي. تمام، يبقى ده عشان اعمل ايه؟ علشان اربط الداتابيز بالمودلز اللي عندي اللي هي التيبلز وكده، وعلشان اني اقدر ارن السيرفر بتاع الويب سايت اللي عندي. نفتح هذا الجانجو فولدر ونشوف ايه اللي موجود جواه. هتلاقي عندك الاربع فايلز دول. خلينا نتكلم على الثلاث فايلز الاولين ونشوف المكونات بتاعتهم، لانهم اهم ثلاث فايلز انت هتتعامل معاهم. اول فايل ده اللي هو init.py، ده عباره عن فايل كل فايدته ان هو يقول للبايثون ان الفولدر ده اللي هو الجانجو عباره عن باكج. لو انت فاهم شويه حاجات متقدمه في البايثون ازاي انت تعمل باكج او تعمل موديول خاص بيك، هتلاقي ان انت لازم تعمل في الباكج دي فايل اسمه init.py. حتى لو الفايل ده فاضي، مجرد ان يبقى اسمه كده هيعرف ان بايثون ان ده باكج. تمام. تاني فايل عباره عن السيتنجز فايل. ايه فايده السيتنجز فايل؟ السيتنجز فايل ده عباره عن فايل فيه كل البارامتر اللي انت تقدر تتعامل معاه مع البروجكت بتاعك، يعني كل الابلكيشنز اللي جوه السيتنجز بتاعتها هتظبطها من السيتنجز فايل ده. اي اعدادات انت هتحطها في السيتنجز فايل هتطبق على كل الابلكيشنز اللي في المشروع بتاعك. السيتنجز فايل ده ممكن تعمل منه اعدادات التايم زون، مكان التمبلت اللي انت هتتعامل معاه، وهنعرف بعد كده التمبلت وازاي
هندخل جوه الفايل ده سيتنجز وهنعدل فيه. تقدر مثلا تعمل الداتابيز، تعدل حاجات في الداتابيز، تقول انت هتستخدم سيكوال ولا ماي سيكوال ولا اي داتابيز تانية بوستجري. هتقدر ان انت تحط مثلا اليوزر نيم والباسورد بتاع الداتابيز، تعدل اي حاجه انت اغلب اعداداتك هتقدر تعملها هنا. اليو ار ال عباره عن فايل بيتحكم في اليو ار ال بتاع المشروع بتاعك. ازاي انت هتتحكم في العنوان اللي بيظهر فوق في التايتل بار، اللي هو مثلا لو احنا عملنا رن للسيرفر هتلاقي مثلا 127.001 والبورت 8000. ازاي انت بقى لما تيجي تعمل ببلش للبروجكت ده تخلصه عشان خاطر تبقى مثلا الناس، ازاي انت تتحكم في اليو ار ال بتاع كل صفحه عندك في البروجكت وكده. يبقى دول كانوا 3 فايلز، اهم 3 فايلز، وده الفايل بتاع المانج بورد. اتمنى ان يكون فايده كل فايل منهم ظهرت. احنا مش هنتعامل معاهم النهارده، ان شاء الله الدرس الجاي هنشوف ازاي بنكريت ابلكيشن جوه البروجكت ده، وايه برده المكونات بتاع الابلكيشنز، الفايلز اللي جوه. وبعد كده هنبدا ندخل في الستنجز ونعدل، ونبدا بعد كده نشوف الفيو والتمبلت، ونبدا نكريت ونكمل المشروع بتاعنا اللي هو جانجو بيج. انتظرونا ان شاء الله في الدروس الجايه. اتمنى درس النهارده يكون واضح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.